يا جماعة خلينا نتكلم بصراحة. ليه في زمان كان ممكن تشتري موبايل رخيص بس قوي ويمشي معاك سنتين تلاتة من غير ما يهنج؟ وانا هنا مش بتكلم عن موبايلات 2015، بتكلم عن موبايلات 2024 و2025. النهارده الموضوع مش مجرد موبايلات رخيصة، الموضوع بيجي ليه الشركات بطلت تعمل موبايلات رخيصة قوية، وليه بدل ما يزودوا الجودة بيزودوا السعر. ولو انت زي بتحس انك بتدفع فلوس على مواصفات مش بتفرق، وتلاقي الموبايل بعد 6 شهور بيجي تجيل، في الفيديو ده ليك. قبل ما نبدأ، لو انت جديد على القناة اضغط اشتراك، وعشان الفيديو ده مهم حط لايك علشان يوصل لناس كتيرة. انت شايف ان الشركات بقت بتحاول تسرقنا، ولا الموضوع عندهم مصيبة اقتصادية؟ اكتب لي رأيك في التعليقات وهرد عليك في اخر الفيديو. طبعا تاريخ سريع للموبايلات الرخيصة. في الماضي كان في نوعين من الشركات: شركة كبيرة تعمل موبايلات غالية وتستهدف الفئة الراقية، وشركة تانية تعمل موبايلات رخيصة وتستهدف السوق الشعبي. لكن دلوقتي الخط الفاصل بين الفئتين بيجي ضبابي، وحتى الشركات اللي كانت بتعمل موبايلات رخيصة بقت ترفع الأسعار وتقلل المواصفات. وطبعا إيه اللي حصل ده؟ وليه بقى السعر أعلى؟ وليه الجودة أقل؟ طبعا السبب الأول ارتفاع تكلفة التصنيع. أول سبب كبير: التصنيع بقي غالي جدا جدا. ده مش كلام في الهوا، ده واقع. والمكونات بقت غالية. شاشة أوليد أو أموليد اللي كانت زمان بتبقى في الفئات العليا بقت دلوقتي أساسية. معالجات قوية لازم تكون أحدث عشان تقدر تنافس. كاميرات تجارية، يعني مش بس عدسات، ده نظام تصوير كامل. بطاريات أكتر، شحن سريع، مسعرات إلى آخره. كله كده. الموضوع ده معناه إيه؟ إن الشركات مش تقدر تعمل موبايلات رخيصة قوية زي زمان، لأن تكلفة المكونات زادت، والشركة لازم تحافظ على هامش الربح. طبعا أنت شايف إن الشركات لو عملت موبايلات قوية بسعر رخيص هيخسروا ولا هيكسبوا؟ واكتب لي رأيك في التعليق. طبعا السبب الثالث معانا، واللي هو السبب الثاني: الشركات مش عايزة تقلل الربح. في عالم الشركات في حاجة اسمها الهوامش الربحية. يعني إيه؟ يعني لو المنتج سعره قليل الشركة هتكسب قليل، ولو السوق دلوقتي مليان منافسة فالشركة بقت ترفع السعر، تقلل المكونات، أو تعمل موبايل رخيص بس يكون ضعيف. وفي نفس الوقت تلاقي موبايل غالي بيجي بمواصفات مش بعيدة قوية عن الرخيص بس السعر نار. وطبعا السبب: الشركات بتستهدف الربح السريع مش المنتج الممتاز. أما السبب الثالث معانا وهو نظام التحديثات والبرمجة. وطبعا موبايل قوي مش بس مواصفات، الموبايل قوي لازم ينفع يستحمل تحديثات. لكن الشركة لما بتعمل موبايل رخيص قوي بعد كده بتتعب في التحديثات، بتقلل الدعم، وده بيخلي الموبايل يهنج بعد سنة. يعني بدل ما تعمل موبايل قوي تعمل موبايل مقبول وتعمل عليه 3 تحديثات 3 سنين كده. وهنا انت تحب الموبايل يكون قوي من البداية، ولا تحب يكون مقبول بس يدوم في التحديثات؟ واكتب لي رأيك تحت، عاوز اسمع رأيك. السبب الرابع: ان الشركات بتستهدف السوق الفاخر. النهارده الشركات بتعتبر ان الناس بتحب الفخامة، فهم بيعملوا تصميمات فاخرة، كاميرات قوية، شاشات ممتازة، اعلانات ضخمة، ويعتمدوا على انك تشتري بسبب البراند. لكن في نفس الوقت الموبايلات الرخيصة بتتحول الى حاجات تقيلة وبطارية ضعيفة ومعالج متوسط. واللي بيحصل ان الشركات بتخليك تشتري موبايل غالي علشان تحس انك متطور، والحقيقة انك بتدفع على الاسم. وطبعا لو انت شايف ان الناس فعلا بتشتري موبايل عشان مواصفات ولا عشان البراند، واكتب لي رايك تحت. طبعا الشركات، والسبب الخامس معانا: الشركات بتبيع خدمات مش موبايلات. النهارده الشركة مش بتبيع موبايلات بس، بتبيع خدمات سحابية، اشتراكات، تطبيقات، حماية، متاجر. يعني الموبايل الرخيص مش بيوصل لهم لنفس الارباح اللي بيوصلهم من الموبايل الغالي، فهم بيعملوا موبايل رخيص بس خدمة ضعيفة، وموبايل غالي فيه خدمة ممتازة، والنتيجة انك انت بتدفع على الخدمة مش على الموبايل نفسه. طب ليه الشركات بطلت تعمل موبايلات رخيصة قوية؟ عشان تكلفة التصنيع زادت، والشركات عايزة ربح أعلى، والتحديثات بقت عبء. السوق بقي يركز على الفخامة والبراند، والشركات بتبيع بخدمات مش موبايلات. لكن في حل، أيوة في حل. أنت لازم تختار موبايل ذكي مش مبالغ فيه. اختار اللي مواصفاته ممتازة أو متوازنة، يدعم تحديث، سعره مناسب، ومش بتدفع على اسم البراند. طبعا السؤال النهائي اللي عايزك تجاوب عليه: انت بتفضل تشتري موبايل رخيص قوي لو موجود، ولا تشتري غالي علشان البراند والتحديثات؟ واكتب لي رايك في التعليقات، ولا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجايه. ولو عايز فيديو تاني عن افضل موبايلات رخيصه قويه 2026 قول في التعليقات وانا اعمله لك لو عاوز. وبس كده، سلام.